انا النهارده مش جاي اقولك ان سبب قله مشاهداتك هو الصوره المصغره ولا العنوان ولا مشاكل في المحتوى نفسه. المشكله دلوقتي ما بقتش بتاعتك، المشكله عند اليوتيوب نفسه. في الفتره الاخيره كتير من صناع المحتوى كانوا بيعانوا من قله المشاهدات، تفاعل قليل، نمو القنوات بقى بطيء جدا، وفي قنوات طلبت انها تتواصل معايا بشكل شخصي ولقيتهم بيكلموني بشكل كده فيه يأس واحباط، وانا متعود على كده من اي حد بيبدأ لسه في اليوتيوب. انما المفاجأة ان القنوات ديت معدية نص مليون مشترك. انت متخيل الرقم؟ وفي قنوات لمست مع 600,000، وبعد ما كانت القنوات دي بيجي لها مشاهدات بالملايين والالوفات، دلوقتي الفترة الأخيرة الفيديوهات بتاعتهم بتجيب 200 300 مشاهدة، أقصى فيديو ما بيعديش ال1000 مشاهدة. حاولت إن أنا أدور في القنوات دي على أي محتوى معاد استخدامه، اي مخالفات لسياسات اليوتيوب، ما لقيتش نهائي. وطبعا مش عايز اقولك ان قنوات وصلت للارقام الكبيره دي من المشتركين اكيد يعني مهتمين جدا بالصوره المصغره والعنوان بتاعهم ما فيهوش مشاكل، فحقيقي ما فيش اي سبب مقنع ان المشاهدات تقل بالشكل ده، فضلا بقى عن القنوات اللي لسه بادئه جديده اللي بتشد في شعرها من قله المشاهدات والفيديوهات اللي بيرفعوها وبيحسوا ان هم في صحراء ومفيش اي مردود على الفيديوهات بتاعتهم. طب ايه السبب ورا المشاكل دي كلها؟ بص يا صديقي، مبدئيا كده الفتره الاخيره في مطورين شغالين على خوارزميات اليوتيوب، واللي يفهم الكلام ده ناس فاهمه في البرمجه، ومن واضح كده ان اليوتيوب عايز يدي نصيب ازيد شويه للفيديوهات الشورتس. دلوقتي انت لو بصيت على الصفحه الرئيسيه لليوتيوب هتلاقي ان فيديوهات الشورتس واخده نصيب اكبر من الاول، وده طبعا على حساب الفيديوهات الطويله، فبالتالي الفيديوهات الطويله ما بقتش تتعرض زي الاول للمشاهدين. تاني حاجه، انت لو جيت تعمل سيرش على اليوتيوب دلوقتي هتتفاجئ ان اول نتائج بحث عندك هي فيديوهات شورتس. انا عايزك تقول لي من امتى الفيديوهات الشورتس دي فيديوهات بحثيه؟ فمن الواضح كده ان هم عايزين يقلدوا منصات تانية ويدوا نصيب الاسد للفيديوهات الشورتس. بس حقيقي في محتويات مش هينفع معاها فيديوهات الشورتس، الفيديوهات التعليميه اللي بتعلم الطلبه، الفلوجات، اليوميات، المحتويات المهمه دي ازاي هتختزلها في 30 ثانيه ولا دقيقه ولا حتى دقيقتين؟ طب ما يلا بينا بقى كلنا نتجه للفيديوهات الشورتس ما دام دلوقتي العين بقى عليها. لا، ما هو فيديوهات الشورتس برضو مشاهداتها قليلة. ازاي يعني؟ ده انا يا عم لما بنزل فيديو طويل بيجيب 20 مشاهدة، انما لما بنزل فيديو شورت بيجيب 1000 مشاهدة. اكيد النجاح واضح على الفيديوهات الشورت. بص يا صديقي، الفيديوهات الشورتس اقل من 20,000 مشاهدة انت الفيديو بتاعك يعتبر ما اتشافش اصلا، و20 مشاهدة بس على فيديو طويل زيها زي 1000 مشاهدة على فيديو شورت، ويمكن احسن كمان. فال1000 و1000 ونص مشاهدة اللي بيجولك على الفيديو الشورت ده ما يعتبرش هو النجاح اللي انت بتسعى اليه اصلا. ده غير ان كمان الفيديوهات الشورتس ما سلمتش من اللي بيحصل ده، اصبحت غير مستقره. في ناس بتوصل ل 40 و50 الف مشاهده على فيديو شورت، الفيديو اللي بعده يجيب 200 300 مشاهده عادي جدا. فمفيش استقرار، مفيش نمط معين يعلم صانع المحتوى ويخليه يطور من نفسه. وطبعا في كلام كده اتقال ان اليوتيوب دلوقتي بيختبر صبر صانع المحتوى، بيشوف مدى صبره ومدى استمراريته، هل هيزهق بسرعه ولا هيتحمل قله المشاهدات دي ويستمر. بص، الكلام ده انا مش مقتنع بيه تماما. اولا كده زي انا ما قلت لك ان في قنوات وصلت ل 500 و600 الف مشترك، والقنوات دي بقالها سنين شغاله وفجاه اتضرت بالشكل ده. وبعدين اليوتيوب مش من حقه ان هو يقيم صبر صانع المحتوى. ما هو طبيعي جدا لو واحد داخل يشتغل على اليوتيوب ويفضل شهور ينزل في محتوى وفي الاخر يلاقي ان اخر فيديو عنده مش جاب غير مشاهدتين 3، ما هو طبيعي هيزهق، بديهي جدا ييأس، متوقع جدا انه يطفش. فبأي حق تقيم صبره؟ انا افهم قوي ان انت تقيم المحتوى نفسه، تقيم صورة مصغرة، تشوف طريقة الشغل عاملة ازاي، تقيم سلوك المشاهدين على الفيديو، انما تشوف صانع المحتوى هيصبر على الكلام ده ولا لا. مش مقتنع تماما بالكلام ده. وكمان انا عايز اقول لك، وممكن تعتبر ده تصريح شخصي بألف وانا قاعد، بس اسمعها مني، الارقام اللي موجوده في احصائيات اليوتيوب دلوقتي غير صحيحه وغير دقيقه بالمره. لان القنوات الكبيره اللي انا قلت لك عليها لما دخلت على احصائيات اليوتيوب لقيت ان الفيديوهات الاخيره واصله ل 20 او 30 الف مره ظهور، طلع منهم 200 او 300 مشاهده. فده مش منطقي خالص. ازاي قناه واصله لنص مليون مشترك ما فيهمش 1000 مشترك يتفرجوا على الفيديو فالريتش بتاعه يعلى؟ ازاي قناه وصلت للمرحله دي من النجاح فجاه كده في يوم وليله مفيش غير 200 بني ادم من 30 الف بني ادم هم اللي قرروا يتفرجوا على الفيديو؟ فده غير منطقي تماما. اكيد عدد مرات الظهور اللي مكتوب ده مش حقيقي، واكيد الفيديو ده استحاله يكون وصل للناس دي كلها، او ممكن يكون الفيديو ده موجود على الصفحه الرئيسيه بس محتاج انك تعمل سكرول كتير جدا لغايه ما توصل له، ومع ذلك اليوتيوب بيعتبر ان دي مره ظهور. ده غير ان اكيد في اشعارات بتوصل لناس وناس تانية لا، وطبعا ده هيكون مبرر كبير جدا لليوتيوب انه يوقف انتشار الفيديو. ما انا يا عم اهو بعت لك الفيديو ل 30,000 واحد، مفيش غير 200 واحد بس اللي اتفرجوا عليه، اكيد الفيديو بتاعك مش حلو. انما ده غير حقيقي تماما. طب المشاكل دي هتستمر لغايه امتى؟
مفيش كلام رسمي. هل هيرجع تاني زي الاول؟ برضه مفيش كلام رسمي. طب لو رجع زي الاول القناه بتاعتي هترجع تجيب مشاهدات تاني زي الاول، ولا لسه بقى هتعلى مرات الظهور تاني بالتدريج كاني ببدا القناه من الصفر؟ برضه الله اعلم. دلوقتي بقى في ناس كتير شغاله على اليوتيوب بقالها سنين طويله وفعلا بنت نجاح كبير، ازاي فجاه يحصل معاها كده؟ ده هيسبب ازمه ثقه كبيره ما بين صناع المحتوى واليوتيوب. اثق فيك ازاي بعد ما ابذل المجهود ده كله واقضي السنين دي كلها شغال عليك فجاه تسحب السجاده من تحت مني؟ والمحتويات اللي فيها مجهود زي محتوى سفر مثلا بيتصرف عليه، محتوى طبخ، الحاجات دي كلها مكلفة. الناس دي شغالة بايديها واسنانها، بتصرف، بتكلف، بتبذل مجهود، بتتعب على المحتوى والتصوير والمونتاج، ومش بتأثر وبتتعلم ازاي تعمل عنوان صح وصورة مصغرة كويسة. مش مطلوب ربح فوري، بس على الاقل يبقى في تقدير، يبقى في مردود من المشاهدات حتى لو تدريجي. ده غير محتوى الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى يجيب 0 مشاهدات. وزيتك من الشعر بيت حتى لو في لمسة بشرية. كنا اتكلمنا قبل كده ونقول لازم نحط لمسة بشرية على الفيديوهات، ما يبقاش بالكامل بالذكاء الاصطناعي. للأسف دلوقتي القنوات دي، وده فعلا والله حدث، قنوات دينية الصوت صوت بشري الشخص بيعمله بنفسه، لكن بيستعين ببعض المشاهد بيحكي بقى قصص انبياء والكلام ده، فطبيعي ان هو يجيب كده هيستعين بمشاهد من الذكاء الاصطناعي وما فيهاش اي محتوى معاد استخدامه، ما فيش صوت قارئ محطوط، هو مجرد ان هو بيحكي القصه بطريقته. 0 مشاهدات، مشاهده، مشاهدتين بكتير. واشمعنى المشاكل دي كلها موجوده على المحتوى العربي؟ ليه مش شايفين المشاكل دي مأثره على المحتويات الاجنبيه؟ انا مش عارف. انا دلوقتي والله ما قاصد ان انا احبطك، ده بالعكس والله، ده انا بشجعك وبعرفك ان المشكله مش منك، وان المشاكل دي دلوقتي من الخوارزميات، وان شاء الله تبقى حاجه مؤقته. اللي احنا هنعمله دلوقتي يا صديقي العزيز ان احنا هنستمر بنفس الجودة وبنفس المجهود، ونأمل ان دي تبقى مشكلة مؤقتة والحال يرجع تاني احسن من الاول، وإلا هتبقى نقطة سودة في تاريخ اليوتيوب، وهيبقى ده سبب قوي ان كتير من صناع المحتوى المبدعين يطفشوا من اليوتيوب ويروحوا على منصات تانية. بل بالعكس هتبقى بيئة مناسبة جدا ان في منصات جديدة تظهر على الساحة وتستقطب كل صناع المحتوى دول وتنجح بيهم. اتمنى ان انا اكون مطولتش عليك. ما تنساش اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.